خلاص بقى كده كلنا بناخد اوزempic، وكلنا بناخد مونجارو، وكلنا بناخد وجوفي، كلنا بناخد ترازابيبتايد او بناخد سيماجلوتايد. طب بس انا عايزه اقول حاجه، هي وحشه ولا حلوه؟ هي بتخسس ولا لا؟ هي بتبني عضلات ولا لا؟ طب هي بترفع الحرق ولا لا برضه؟ طب هي بجد بتعمل شلل في الامعاء او ضعف في حركه الامعاء ولا لا؟ يعني هي حاجه حلوه قوي يا دكتور ولا هي حاجه نص نص؟ طيب، ورقه وقلم كده بقى، تعالوا ركزوا معايا واحده واحده. خلينا نتفق ان الناس اللي بدأت تتعمل عليها الأبحاث للسيمابلوتايد والتراسابيبتايد، اللي هي مونجارو والأوزيمبيك والجوفي وات ايفر يعني اسمها التجاري ايه، هي ناس كانت بتعاني من السكر ومقاومة الأنسولين أو السكر من النوع التاني، وابتدت تاخد ده علشان تتعالج كويس. طيب ايه هو السيمابلوتايد؟ ابروفد، ابروفد للتخسيس على فكرة. الوجوفي ويو كان سيرش يا جماعة، ابروفد من سن 12 سنة في علاج السمنة. ولكن عايزة اقول حاجة، هي بتعمل ايه؟ هي عبارة عن حاجة، انا مش هشرح مصطلحات طبية عميقة خالص، انا هقول بس هي بتعمل ايه. انت بتاكل، فالاكل اللي انت بتاكله ده بيقعد في المعده وليكن مثلا ساعه، هي بتخليه يقعد مثلا ساعتين، تخليك دايما ايه، شبعان لفتره طويله. لو جيت بقى تتغابى وتتسلى وتاكل، تفضل تاكل فتلاقي الاكل واقف لك هنا، حاسس بحرقان، حاسس بحموضه رهيبه، حاسس انك عايز ترجع والكلام ده كله. طيب لا يا دكتور، على فكره في ناس بتحس باعراض زي غممان النفس، زي مثلا وجع في المعده، زي احساس ان هو بيرجع فعلا. هل ده طبيعي يا جماعه؟ ده مش طبيعي دايما، لان ده معناه ان ممكن تكون الجرعه الزياده للمريض، فمهم جدا ما ينفعش ناخدها لوحدنا، لازم حد يديها لنا. طب يا دكتور هي ممكن تساعد في بناء العضلات؟ بص يا فندم، هي بتنظم لك حركه الانسولين، بتحسن لك او بتنظم لك يا فندم احساس الجوع والشبع، فبتخليك تفكري دقيقتين قبل ما تاكلي، فتاكلي وانتي شبعانه مش وانتي مغيبه لمجرد ان الجوع مسيطر. فدي نقطه مهمه جدا تقدر تساعدنا في ان احنا نخس بشكل كويس. ولكن انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، هل انا ينفع اخدها لايف تايم؟ لا طبعا يا جماعه، احنا بناخدها بعد ما نعمل تحاليل انزيمات كبد، وبنعمل تحاليل دهون، وبنعمل تحاليل سكر تراكمي، وبنعمل تحاليل مقاومه انسولين، عشان نشوف ينفع ناخدها ولا ما ينفعش. ولو احنا بناخدها حصل لنا اعراض قوية جدا بنوقفها، مش بنكمل عليها. طيب عايزة اقول حاجة، هي طيب يا دكتور ليها دارك سايد؟ يا جماعة بيحصل جاستريك باريسز، وده الناس بتخش فيه المستشفى، والريكوردد في 152 ألف حالة 4%، فده دارك سايد ولكن مش مع كل الناس، ولو حصل بنبدأ نبلغ. ده بيحصل امتى؟ في ناس حصل معاها بعد 3 4 شهور، في ناس حصل معاها بعد سنة، الدبند اوكي، دي حاجة عرضية جدا، لكن ما نقدرش نقول انها مش موجودة، لكن هي ليها علاج طبعا. وفي ناس الناس برضو عايزه اقول حاجه، بس الناس اللي تتعرض لده، الناس اللي ممكن تبدا باوفر دوز قويه، لا احنا لازم ناخد دوز صغيره، ما ينفعش نجود، ما ينفعش مثلا اقول ايه، انا حاسس ان الربع ده قليل فانا هاخد نص، لا مفيش حاجه اسمها كده، احنا بناخد الجرعه اللي تناسبنا في حالتنا بالفتره اللي احنا هنتعالج عليها. يعني نيجي نقول هنتعالج مثلا شهر 2 3، وبعدها يبتدي يقول الجرعه قد كذا، وهنعليها بالتدريج. مش كل الناس لازم تعلي كل الفتره، ومش كل الناس لازم تثبت. عايزه اقول هي حاجه ما ينفعش تبقى موضه، لازم تتاخد لو انت محتاجها. طب يا جماعه الناس اللي هي بتخس كويس او مش او ما عندهاش مشكله مع الجروح تاخد الحقن دي؟ ما افضلش يعني، لان انت مش حاسس ان انت محتاج تاخدها، ما تاخدهاش. يعني احنا بناخدها عشان نسيطر على الجوع شويه. طب لو انا تمام، انا تمام. طب لو باخد دواء بالاعشاب وظابط لي الدنيا، خلاص تمام. يبقى احنا بناخدها حسب الايه، حسب الحاله. اشهر ناس بنحسنهم تاني الناس اللي عندها مقاومه انسولين، الناس اللي عندها تكيسات مبايض، الناس اللي عندها مشاكل صحيه مرتبطه بالكورتيزول والهرمونز بشكل عام، لانها بتنسق حركه الايه، الجسم. اتمنى يكون الفيديو مفيد، نعمل